عامل ايه يا حبيبي؟ عيالة برد ده جاي واقف في وشه. مش فاهم هو راح مزعق عشان كده، عشان هو متضايق فكلنا وقفنا تصوير. وصول العديد من نجوم الفن اعزائي مشاهدين تلفزيون اليوم السابع، نحن هنا في استقبال الراحل صلاح السعدني زي ما حضراتكم شايفين. طبعا AUX mode. إنا لله وإنا إليه راجعون. سوف يتم الآن اهو زي ما احنا شايفين فنان احمد السقا هو اللي بيستقبل الجثمان داخل المقبره. أعزائي مشاهدي تلفزيون اليوم السابع زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي الجثمان هينزل من العربية واستقباله الفنان أحمد السقا زي ما انتم كريم عبد العزيز، الفنان كريم عبد العزيز، الفنان رامي إمام، هو الجثمان ويحمل بعض الفنانين على رأسهم ابن الفنان الراحل صلاح السعدني. أعزائي مشاهدي تلفزيون اليوم السابع نستقبل الجثمان الفنان أحمد السقا اللي أول واحد كان موجود طبعا. الحقيقة في توافد كبير قوي من الفنانين. عملت فيديو مستقبل زمان يعني مش مشكلة نكتب عن الكتاب بتاعنا بس ماشي على قد تطلعي في حتة تانية وقولي انت كمان. احنا بنحترم بعض يعني مش
لا بصي انت واضح انك بتغلطي ومش فاهمه. انت مش فاهمه. هو عارف هو عارف. ماشي مش عارف. وبعدين المفروض لا استاذني انا مدير اعمال الصراحه استاذني بقى احمد شريف اشهر في المهنه التمثيليه واحنا بنصور وقال لنا يا جماعه بعد يا جماعه بعد لسه معاك بس ننزل تحت في الشتاء يقعد معلش معلش ننزل بس معلش بعد اذنك عشان الشيخ بس لا ما هو الشيخ ما ينفعش يقف جنبه معلش اتفضل تحت معلش اتفضل بعد اذنكم يا جماعه على السلم اتفضلوا حبيب حبيب
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، ونشهد أن لا إله إلا الله قال وهو أصدق القائلين: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، قال فيما ورد وصح عنه صلى الله عليه وسلم: لمثل هذا فأعدوا. فهذه ساعة لا مفر منها ولا مهرب منها مهما طال عمر الإنسان في الدنيا، فإنه حتما سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ينادي ربنا سبحانه وتعالى علينا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وإننا في هذا المصاب نربط على قلوب حضراتكم بما ربط الله سبحانه وتعالى به على قلوب عباده المبتلين، فقال في كتابه الكريم: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ونربط على قلوبكم صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ثم نبشركم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقاه الله فتنة القبر، في رواية: وقاه الله عذاب القبر. ولا تظنن أن الصلة قد انقطعت بينك وبين من فقدت من حبيب أو عزيز، إذ برحمة الله وببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا جعل لنا ربنا بابا نتواصل به مع من فقدنا، ألا وهو باب الدعاء. وذلك في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ونحن ولله الحمد في يوم جمعة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة. وأكثر أهل العلم على أنها الساعة التي تكون بين صلاة العصر وصلاة المغرب. هيا بنا ندعو ونرجو الله سبحانه وتعالى بقلب صادق خاشع على الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا دعوة. ولعلك عبد الله تخلص له في هذه الساعة فيجعل الله من يخلص لك في الدعاء وأنت في مثل هذا الموطن. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، عافه يا ربنا واعف عنه. اللهم وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وولدا خيرا من ولده. اللهم واجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم واجعل قبره روضة من رياض الجنة.
ولا تجعل يا ربنا قبره حفرة من حفر النار. اللهم واجعل نورا عن يمينه نورا عن شماله نورا من فوقه ومن تحته يا ربنا نورا. اللهم واجعل له القرآن في قبره مؤنسا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط هاديا ونصيرا. اللهم واجعل القرآن قائده إلى الجنة، واجعل اللهم بالقرآن نجاته من النار. اللهم وأطعمه من طعام أهل الجنة، واسقه يا ربنا من شراب أهل الجنة، وألبسه يا ربنا من لباس أهل الجنة، واسقه يا ربنا من يد حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم شفع فيه الصيام، وشفع فيه القيام، وشفع فيه نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وتقبل منه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له. اللهم إنه قد نزل بك وأنت خير منزول به، أكرم يا ربنا ضيافته. اللهم وأكرم ضيافته وآنس وحشته، واجعل هذه عليه ساعة برد وسلام. اللهم واجعل هذه الساعة عليه ساعة برد وسلام. اللهم وثبته عند السؤال، اللهم وثبته عند السؤال. لقنه يا ربنا حجته، وارزقه يا ربنا التوفيق والقبول فيها، واجعله يا ربنا يقول بلسان منطلق ربي الله وديني الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم كما سترته في الدنيا فاستره يا ربنا في الآخرة. اللهم استره يا ربنا فوق الأرض وتحت الأرض، واستره يا ربنا يوم العرض عليك. اللهم ولا تفضح بين خلقك ولا بين يديك. اللهم وادخله الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب، ومتعه يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنه قد نزل بك في خير الأيام، ونزل بك في يوم الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وأكرم نزله ببركة والسلام على رسول الله. اللهم عامله يا ربنا بما أنت أهله، فإنك يا ربنا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اربط على قلب ذويه بالصبر والسلوان. اللهم اربط على قلب ذويه بالصبر والسلوان، وألهمهم يا ربنا الرضا بقضائك وقدرك فيهم. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر اللهم لنا وله ولجميع موتانا وموتى المسلمين، وتقبل منا يا ربنا له الدعاء. اللهم وتقبل منا له الدعاء، واجعله يا ربنا رفعة له في الدرجات، ببركة وبفضل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما عززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا
وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم فإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون جاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما يعبد الذي فطرني وإليه ترجعون بعد اذنكم محدش يمسك موبايل ويصور يا جماعه. بعد اذنكم يا جماعه التليفونات عيب يا جماعه، حرام عليكم. بعد اذنكم يا جماعه حرام.